كل سنه وانتم طيبين. رمضان عدى علينا هوا وما حدش حس بيه، وجاه العيد وجمال العيد وحلويات العيد وكحك العيد. بس على فكره الكحك اللي بنعمله في الكليه واللي بيطلع من الكنترول احلى بكتير من الكحك اللي بنشتريه من الفرن. بس بيجي دايما مع العيد مشكله اكل كحك العيد ولا ما اكلش كحك العيد، وهل في طريقه اكل بيها كحك العيد ومن غير ما اتخن في الوزن، ولا هو ما فيش اي طريقه وغصب او رضا ان اتخن في العيد لان اكلت مخبوزات العيد دي. المشكله ان حلويات العيد الواحد بياكل فيها وقلبه بيتقطع، خايف الكام يوم دول بتوع العيد اللي هياكل فيهم المخبوزات دي يزيد فيهم 4 5 6 كيلو، وهو اصلا طالع بزياده في الوزن في رمضان، فعايز اعوض الحته دي في العيد. فهل في طريقه ناكل بيها كحك العيد من غير ما نزود وزننا ولا لا؟ فيلا بينا نعرف الحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة نفس المشكلة، اكل حلويات العيد وانبسط ولا ابص لحلويات العيد وامنع منها نفسي؟ المشكلة في حلويات العيد ان مخبوزات العيد دي سعراتها الحرارية عالية حبتين. يعني مثلا معاك البسكوتية الواحدة فيها 90 سعر حراري، ومعاك البوتفوراية الواحدة فيها 180 سعر حراري، ومعاك الغريباية الواحدة بس فيها 200 سعر حراري، وكحك العيد ذات نفسه اللي هو الناعمة فيها من 200 ل 300 سعر حراري. فانت تخيل انك لو اكلت واحدة بس من كل نوع، يعني بوتفوراية على بسكوتاية على نعماية، من الاربع حاجات دول اللي قلناهم كده، انت هتاخد بالميت 670 سعر حراري، و670 سعر حراري دي هم بتوع كحك العيد بيساوي وجبه كامله مكونه من فراخ ومن رز ومن خضار. تخيل ان حجم الوجبه الكبير دي مساوي للعدد او لحجم كحك العيد او مخبوزات العيد اللي انت هتستهلكها في مره واحده بس. فعشان كده بتبقى المشكله اللي هو طب اعمل ايه؟ طب انا نفسي في حلويات العيد وفي نفس الوقت مش عايز اتخن. في حلين بس للحق، واحد مش هيتخنك، واحد خليه في وقته. نبدا باول حل فيهم، والحل ده دوق ولا تشوق. يعني انت قدامك دلوقتي حلويات العيد ونفسك رايحه لها حلويات العيد، فان الشيء الوحيد اللي ممكن تعمله في الحاله دي انك تدوق منها بس. ومعنى تدوق انك ما تكترش، يعني ممكن تاخد مع وجبه من وجباتك بتاعه الاكل، ويفضل انك تاكل حلويات العيد بعد الوجبه بتاعتك اللي هي بعد الغداء او بعد العشاء او بعد الفطار، عشان ما تاكلش كميه كبيره من حلويات العيد عشان انت هتكون شبعت اصلا. فانت تاخد واحده بس من الحاجه دي، يعني مثلا ممكن تاخد نعمايه واحده بس بعد الغداء، او بعد العشاء ممكن تاخد بسكوتين، بحيث انك دقت حلويات العيد اللي عدت عليك وفي نفس الوقت ما حرمتش نفسك. يعني تجنب انك تاكل حلويات العيد دي مره واحده كلهم مع بعض، هتيجي في وقت تاني وهتعوز برضو تاكل نفس كميه الحلويات العيد دي مره تاني، وبالتالي انت دخلت كميه سعرات كبيره لجسمك. لكن لما بتاكل حلويات العيد بشكل منفرد هتدوق كل انواع الحلويات دي ومش هتحرم نفسك، وهتقلل من نسبه السعرات اللي دخلها لك. تاني حاجه ممكن تعملها في الحل ده وانك تزود النشاط بتاعك. كل ما زاد النشاط زاد الحرق قدامه، يعني كميه السعرات الحراريه اللي انت هتستهلكها مع النشاط الزياده ده ممكن تتلافى بيها كميه السعرات اللي داخله معاك من الحلويات. يعني انت ممكن اثناء العيد تبدا تتمشى زياده، بدل الوقت اللي انت كنتش بتتمشاه في رمضان او كنت بتتمشى وقت قليل، زود نص ساعه، زود ساعه مشي مقابل الحلويات الكتير اللي انت ممكن تاكلها دي. فبالتالي انت دخلت سعرات عن طريق حلويات العيد وطلعتها عن طريق الرياضه او مشي او عن طريق الحركه عامه، اي نشاط تقوم بيه، وهكذا. كده انت مسكت العصايه من النص، منها ما اكلتش حلويات كتير، ومنها ما منعتش نفسك انك تدوق الحياه اللي نفسك فيها، ومنها في نفس الوقت انك ما تخنتش، لان السعرات اللي انت دخلتها دي دخلت كميه قليله، في المقابل ليها كمان حرقت السعرات دي وممكن اكتر لما زودت النشاط بتاعك، انك تمشيت شويه في اليوم بتاعك او عملت اي نشاط. كده انت مسكتها من النص فعلا ومش هتتخن في العيد. طيب وايه تاني حل؟ تاني حل اديها ما ترحمهاش. في ناس بعد ما بتاكل حلويات العيد بشكل مستفيض بشكل زياده عن اللزوم بتحس بالذنب. لا، هو في الحل ده انت كل اللي نفسك فيه من الحلويات العيد، بس ما تأنبش نفسك. مش لازم تأنب ضميرك وتأنب نفسك انك اكلت حلويات العيد. انت كده كده ممكن تكون زايد في الوزن من رمضان وجاي على العيد وخايف تاكل الحلويات دي، وقت ما اكلتها حسيت بذنب زياده عن اللزوم. لا، ما تحسش بذنب. انت كل ما في الامر بعد يومين ثلاثه العيد دول ما يخلصوا اكيد مش هتاكل حلويات العيد ده ثاني. فبالتالي ممكن تنتظم في الجيم وفي الدايت بتاعك، فتبدا تنزل من وزنك اللي انت طلعت بيه من رمضان وطلعت بيه من العيد. فبالتالي ما تأنبش نفسك عشان ما تحسش ان الشيء اللي انت اكلته ده ملوش طعم وتاثر على نفسيتك بالسلب. لا، انت كل وكل اللي نفسك فيه، بس حاول ما تكترش برضه. وحتى لو كترت ما تحاولش تأنب نفسك ولا تأنب ضميرك، لان في النهايه كل الوزن اللي انت طلعت بيه ده ممكن تخسه بكل سهوله. اول ما تنتظم في الدايت وفي الجيم بتاعك، او مش لازم الجيم، في المشي بتاعك في الرياضه، يعني كده انت هتخس الوزن كله اللي انت تخنته مره واحده. وما تضايقش نفسك، لان انت ما دام مش قادر تتحكم في نفسك فما تأنبش نفسك. طب انهي الحلين دول افضل؟ يعني اكل كتير ولا ما اكلش وابص شويه واكل شويه امسك العصايه من
النص. بص عامه الحلين دول يعتمدوا على شخصيتك، لان في ناس ارادتها قويه ممكن تاكل حاجه قليله قوي عشان ترضي بس رغبتها وفي نفس الوقت ما تتخنش، مقابل كده في ناس ارادتها ممكن تكون ضعيفه حبتين، فهي ممكن تاكل كميه كبيره من حلويات العيد، فبالتالي ما تأنبش ضميرك بعد العيد، ممكن تنتظم من جديد وتبدا تخس كل الوزن ده. بس ده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم كده، وفيديو كده سريع، اتمنى يكون عجبكم، وما تنساش الاشتراك لاول مره تشوفني، وتنزل تحت في القناه تخبط لايك متين، وكمان تنزل في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.